السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة الفيديو مميز جدا جدا. هنعمل كيكة اقتصادية من الدرجة الاولى، بدون بيض ولا حليب ولا سمنة ولا خلاط. حاجة كده اقتصادية جدا. هنضيف بس حاجة كده في اخر الكيك، هو مكون بسيط جدا، هو اللي هيفرق معانا في قوام الكيك ويخليه فاتح جدا وطري وهش كمان. اهم حاجة ما تنسيش اللايك اللي بيفرحني دايما في الفيديوهات، وما تنسيش كمان تصلي على النبي في الكومنتات، وكلامك الحلو اللي دايما بتشجعوني بيه. حاجة كده عايزة اقول لكم ما شاء الله، شايفين قوام الكيك؟ تابع الفيديو للاخر يا قمر عشان ما تنسيش اي تكات خالص في الفيديو ده. اول حاجة هنجيب بولة غويطة وهنزل بيها بكوباية الا ربع من السكر، كوباية الا ربع من السكر. كمان هنضيف كوباية وربع من عصير البرتقال. تمام كده. عندي كمان كيس فانيليا هنزل بيه، بتدي ريحة كمان حلوة جدا مع البرتقال. عندي كمان بنفس الكوباية نص كوباية كده من الزيت، ويفضل كمان الزيت بتاعنا ما يكونش ليه ريحة، وكمان لازم يكون لونه فاتح معانا. هقلب الخليط معايا كويس لحد ما احس كده ان السكر داب معانا تمام. معايا كده كوبايتين ونص من الدقيق منخول كويس جدا جدا. هرش بس رشة بسيطة كده من الملح، وهاخد على البيكنج باودر 16 جرام من البيكنج باودر، يعني معلقة ممسوحة ونص معلقة كمان. هقلب الخليط كويس جدا لحد ما يختلط تمام. هنزل بالخليط بتاعي على القوام، يعني هضيفه كده حبة حبة. هبتدي ان انا انزل نص الدقيق الاول، وابتدي ان انا اقلب. عايزه اقولك كل ما تنخلي الدقيق بتاعك كويس، كل ما تحسي ان كل ما كمان الهواء بيدخل جواه جدا وبيخلي قوام الكيك بتاعك كويس. هبتدي ان انا اقلب، وابتدي كمان انزل الكميه التانية من الدقيق. خلاص كده انا نزلت الكميه كلها، وزي ما انتوا شايفين قوام الكيك بتاعي تقيل جدا. تمام. هبتدي ان انا اجيب الاسبتيوله عشان انزل الجوانب او في اي دقيق كده متراكم، واقلب كده كويس بالاسبتيوله. تمام. هزود مكون هيفرق معانا جدا جدا في القوام الكيك وهيخليه هش وطري، هو ربع كوب من المية المغلية، وتكوني لسه طافية عليه النار حالا. تمام. ربع كوب من المية المغلية، ربع كوباية بس، وهي نفس الكوباية اللي انت عايرتي بيها كل حاجة في الاول. تمام. ربع كوب من المية المغلية. المية المغلية هتعمل ايه معانا؟ هتفتح الكيك وهتخليه هش ومرتفع ولونه فاتح من جوه، ومش هيأثر خالص على البيكنج باودر، مش هيأثر. يعني حطيه كده وانت عيونك مغمضة. هجيب عندي الصينية دي كانت أصغر صينية عندي، اللي هو مقاس 26، ويفضل لو 22 هتكون أحسن كمان، هتكون مرتفعة معاكي. هنزل الخليط بتاعي. بالمناسبة أنا دهنت الصينية بتاعتي بمادة دهنية وبدقيق، بطنتها يعني بالدقيق. هدخله على فرن تكون سخنة. الفرن يكون شغال قبلها ب5 دقايق على درجة حرارة 180. هتاخد 45 دقيقة، وأول ما أحط الشوكة كده في النص وتطلع ما فيش اي حاجه، يكون كده خلاص استوى معانا. عايزه تولعي الشوايه وتاخد لون كده من فوق، دقيقه واحده بس وتطفي عليها. عندي هنا الشربات، ربع كوبايه من الشربات. هبتدي ان انا انزل بيها وازوقها كده من فوق بجوز الهند. عايزه اقولك حتى لو انت ما حطيتيش الشربات والجوز الهند، عايزه اقولك ان طعمها وريحتها حاجه كده خطيره ما شاء الله. اه والله، يعني انت لو عايزه تاكليها كده من غير الشربات وجوز الهند مفيش اي مشكله خالص، طعمها حلو قوي قوي. شايفين حاجه كده ما شاء الله مرتفعه جدا، هشه وطريه. ويفضل لو معاكي الصينيه زي ما قلتلك مقاس 22 او 24، بس كانت عندي الصينيه اصغر حاجه عندي اللي هي 26. عايزه اقولك ان هي طريه جدا وهشه، وريحتها وطعمها عايزه اقولك حاجه جميله. شايفين لونها فاتح جدا ازاي من جوه؟ كل ما اقطع حته مش ملاحقه. عايزه اقول لكم ان عيالي بيخطفوها خطف مني. طعمها حلو جدا. السيرب او العسل اللي انا نزلته نزل كده من تحت ومن فوق، حاجه كده جميله ما شاء الله. شايفين عامله ازاي؟ جربوها وامشوا على الخطوات اللي انا عملتها، وان شاء الله هتعجبكم جدا. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.